عقاب مصري من أيام القدماء المصريين. ما تيجوا كده نعرف قصة النسر اللي على علم مصر، وهو نسر أصلا ولا طائر تاني؟ اللي ما يعرفوش ناس كتير إن النسر اللي على العلم المصري هو من أيام الأيوبيين والمماليك، واللي أصلا محفور في سور القلعة في الممر الصخري اللي بيوديك للمكان اللي المماليك فيه. ولما قرر صلاح الدين يستخدمه كشعار لجيشه كان لونه أحمر، واللي بيدل على لون دم الأعداء. الفكرة بقى إن النسر ده اختفى لمئات السنين بعد انتهاء الدولة الأيوبية، وكمان من بعد ما كان منقوش على جدران القلعة. وفي كتير مننا بيستغرب شكل النسر اللي على العلم، وبيفضل يسأل هو نسر أصلا ولا طائر موجود وانقرض ولا فرخة ولا يطلع حكايته إيه بالظبط؟ المصريين القدماء كانوا بيسموا الطائر الموجود على العلم دلوقتي بفراخ الملك، وده لأنه بيشبه شوية الفراخ اللي بناكلها، لكن الفرق إنه من الطيور الجارحة زيه زي النسر كده، وكانوا بيعتبروه رمز من رموز الهيروغليفية واللي بيدل على الحكم أو العقاب. علشان لما حد يقولك إنه طائر عقاب ما تستغربش، هو فعلا كان طائر عقاب مش نسر، وكانوا بيطلقوا عليه الاسم ده لأنه كان معروف بقوته وشموخه وشجاعته. العقاب ده طائر ما بيخافش، كان بيهاجم الخفافيش والزواحف والأسماك، وبيقدر ينافس كل الطيور زي الصقور. وده كان سبب إن الناس تحبه، لدرجة إن العرب زمان كانوا بيسموا عيالهم على اسمه. وده كان سبب برضه في إن صلاح الدين يستخدمه كشعار في حربه مع أوروبا، علشان يقول لهم يعني إحنا هنتغدى بأجسامكم. النسر في بداية استخدامه كان بيعتمد على القومية العربية، وده كان سنة 1952. لكن شكل العلم وقتها كان مختلف شوية، وكان النسر على علم أخضر و3 نجوم، واللي كان بيدل على ال3 أديان المنتشرين في مصر وقتها، وهما الإسلام والمسيحية واليهودية. وكان العلم ده وقتها مش رسمي، وبعد الوحدة العربية بين مصر وسوريا بقى نجمتين بس ومن غير نسر. وبعد سنة 1970 اللي شهدت وفاة جمال عبد الناصر، قرر السادات إنه يعمل اتحاد بيضم مصر وسوريا وليبيا، وعمل علم لل3 دول دول، وكان شبه علم مصر شوية، لكن بدل النسر كان موجود صقر قريش، واللي كان بيدل على شعار قبيلة قريش، وده طبعا اتحاد عربي، فكان صقر قريش أنسب شعار للعلم. وفضل العلم ده لحد ما مصر حاربت في 73 وانتصرت، وجات اتفاقية كامب ديفيد سنة 1977 وانتهى الاتحاد اللي عمله السادات. وبالرغم من انتهاء الاتحاد ده، إلا إن العلم كان عليه صقر قريش لحد سنة 1984، لأنه في سنة 83 مصر انسحبت رسميا من الاتحاد اللي عمله السادات، وقرر حسني مبارك إنه يرجع شعار صلاح الدين تاني، وهو النسر اللي لسه صامد لحد النهارده على العلم. الفكره بقى ان صلاح الدين هو اللي اخد من النسر ده شعاره، الا ان في ناس بتشكك انه منسوب ليه اساسا، وبينسبوه للناصر محمد ابن قلاوون المملوكي، وده بسبب الوقت اللي اتبنى فيه البرج الموجود في القلعه، وخصوصا ان النسر ده لاقوه موجود في القلعه بعد ما اتكلم عنه اكتر من مؤرخ، وكمان بعد اختفائه بسنين كتير. يعني من الاخر كده النسر ده بيرجع لشعار اتحفر على الصخر في القلعه، بيرجع للايوبيين والمماليك لأنه كان مختفي في وقت الحملة الفرنسية، ورجع تاني أثناء تولي محمد علي باشا للحكم، وبالتالي ألهم جمال عبد الناصر إنه يعتمده كشعار للدولة.